الكاف اخيرا كيخرج ببلاغ وبيان فيه العقوبات اللي طبعا هي عقوبات موجهه للمنتخب السنغالي، ولكن في نفس الوقت عقوبات ايضا حتى للمنتخب المغربي. وهذا هو الامر اللي اثار الانتباه ديال مجموعه من المغاربه، لانه كل شيء شاف في النهائي ديال كاس افريقيا بان المنتخب السنغالي هو اللي بادر بالانسحاب، هو اللي بادر باعمال ديال الشغب. فاذا بنا كنلقاو بان الكاف حتى هو كيوجه بعض العقوبات حتى للمنتخب المغربي. وفيما يلي سأعرض لكم بعض ردود الأفعال ديال بعض المغاربة على هذه القرارات، اللي هي طبعا قرارات عشوائية، قرارات غير منطقية إطلاقا. انا عندي غير طلب واحد. الا كان فعلا المغرب دار مع السنغال نفس البلان اللي دار ابراهيم دياز في البيلانتي باش جا داك وجه الويل للبرلمان، الا كنتو في ديك اللحظه نتوما درتو لنا البانينكا في البرلمان، غير قولوها لنا الله يرحم الوالدين، ما بقاوش نتفرجوا في هذا المنتخب. الا كان جا هذاك الوزير ولا داك الرئيس للبرلمان وتساوات تما كما وقع في البيلانتي والله اعلم، قولوا لنا الله يرحم لكم الوالدين، ما بقاوش نتفرجوا في هذا المنتخب. حنا كنا عارفين الكاف، نهار حنا ما بقيناش باغيين ننظموا بسبب ايبولا نزلوا علينا ما عطلوناش. راه هاد العقوبات اللي خرجت والله حتى اكبر مهزله، قسما بالله الى اكبر مهزله واكبر فضيحه. تقول المغرب هو اللي انسحب، تقول المغرب هو اللي انسحب والسنغال هما اللي كانوا كيسرقوا الفوطات. هادشي، هاد المهزله هادي والقجع اللي محكم في الكولاسات. واش هل فيكم رجل رشيد؟ الناس دابا اللي تيبقاو يقولوا كولاسه كولاسه، خدم غير عقلك واش كاين شي كولاسه. وكانت عندك ورقه تضغط بها، ورقه ديال تنظيم كاس نسوي ديال العيالات اللي غيتلعب. هذه كانت عندك ورقه، كان عندك بزاف ديال الاوراق تلعب عليهم ما لعبتيش عليهم. اش هاد القاره كحله اصاحبي، اش هاد القاره الكحله، يعوذ بالله من الشيطان الرجيم، راه ما تفهم ليا والو. دابا صافي راه اي منتخب ما غاتبقاش ما يعجبوش شي قرار غينسحب. اش فيها 5 الماتشات 100,000 دولار، 100,000 دولار يخلصها لي عادي، ها من الجمهور يخلصها لي اصاحبي. شنو شاد الكارثه هادي، شاد الفضيحه هادي. والله انا ما كرهت كون المغربي انسحب صاحبي من تنظيم كاع هاد البطولات وخليهم يعاقبونا مدى الحياه، كاع ما بقاوش يلعبوا ما كاع هاد القاره هادي كاع. ذاك النهار في الفيديو قلت لكم راه المغربي يتيم صاحبي، المغربي يتيم صاحبي في قاره كحله ما. غير هي كما قلت لكم الله يرحم الوالدين، الا كنتو درتو لنا بانين كتا حنا في البرلمان قولوا لنا ما بقاوش نتفرجوا في المنتخب اصاحبي، ما بقاش نتفرج في كاع المنتخب اصاحبي. فين ما غنبقى مريحه نبقى موسوسه بوحدي اصاحبي. بيلانتي ضيعنا على ود البطوله، عقوب راه ما يمكنش اصاحبي. وما تحمقوناش الله يرحم لكم الوالدين. حكيمي اش دار؟ حكيمي شنو دار عباد الله؟ ما عاقبين حكيمي، الصباري تعرض للخونه، ولكن حكيمي اش دار؟ حيت قال للجمهور حيد الفوضى، حيت تبع الويل قال لهم كملوا معنا الماتش. اش دار حكيمي؟ تشوف تعيا وكتقول لاش غادي تلوم هادو، لاش وانت المدرب جايب لك سبيطار مكسل تما، سبيطار مكسل مو كامل تما موراك، تيدور البونتوش ما تيلقى شكون يدخل. علاش كسوحيه الراس؟ بداو عاوتاني غنرجعو غنلصقوها لمو المدرب. غير اخويا كرهت مو هذا المنتخب، كرهت مو هذا الكره، كرهت مو انا كاع. لا حول ولا قوه الا بالله العظيم، لا حول ولا قوه الا بالله. كرهتونا في ما كوره كاع. اخوان بغيت نفهم واحد الحاجه، واش اللجنه الانضباطيه ديال الكاف واش تفرجت في شي نهائي اللي ما تفرجناش فيه حنايا؟ راه ما يمكنش. واصلا كاين شي عقوبات تيتحطوا بالليل، نصاصه الليل حتى الناس ناعسين، باش تعرف راه ما كيخدم بالليل غير الغشاش والنصار. الكاف دابا بينات على الفساد ديالها، الحكم كيصفر على ضربات جزاء على شكون اللي منوضه بالباله كامله. المدرب قال الفريق المنتخب السنغالي انسحبوا، نوضوا نسحبوا. يعني شحال عطيتوه 5 المقابلات ما يلعبهمش. هذاك على الاقل خصو 5 سنين، حيت راه هو اللي نوض هذا الشيء كامل، هو اللي خرج اللاعبين من المباراه. يلا واحد من الجمهور السنغالي تكالك على بنادم بكرسي غيبوه هزوه ياك، ومشات لك الواحد ضرب بالليزر عاطينه عقوبه.
يلا حكيمي قال لك اسيدي حتى هو عطينا عقوبه 2 ماتشات رسميين ما يلعبهمش. صابر حتى هو يلا، واخا هي الفيفا راه كتقول لك بلي ان ما خص يكون حتى حاجه في التيران. حنا كنا تنتسناو من الكاف نصف المغرب، حنا ما بغيناش اللقب، ولكن الكاف عندها راي اخر. دابا حنا دابا خصنا نتجهوا للطاس ولا تراجعوا هذا الشيء اللي درتو. الحل الوحيد هو نتجهوا للطاس. اصلا كاس افريقيا للسيدات من هنا لسيمانه واقيله راه حنا خصنا نضغطوا على الكاف، خصنا نضغطوا عليه، ما نسكتوش على حقنا، حيت راه بزاف هذا الشيء. وملي غادي نساليو هذا الشيء داك الشيء ديال صافي ماشي مشكل، حنا نتساعدوا معاكم، ما بقيناش غننظموا حنايا، حنا نتقاتلوا معاكم وننظموا. اكبر قلب دار لينا هو ان حنا كنديروا الكولاسه. ها الكولاسه على اللي كيدير الكولاسه كيتعاقب بحال هكا الغرامات ماليه. اش غنديروا حنا بالغرامات ماليه؟ حنا بغينا عقوبات صارمه 5 سنين عامين. وقالت لك الكاف دابا ممنوع تشكي عليها، يعني صافي خصنا نتجهوا للطاس. وشو دابا الرئيس ديال الكاف شكون هو؟ موتسيبي راه كان معاك حاضر، وشكون اللي شوطك؟ هو. يلا كلا معاك تمشي معاه من طنجه وترجع معاه الرباط، في الاخر هو تقلب عليك باش تعرف الغدر هو هذا. ولكن حقنا ما نسكتوش عليه. اخوان بغيت نفهم واحد الحاجه، واش اللجنه الانضباطيه ديال الكاف واش تفرجت في شي نهائي اللي ما تفرجناش فيه حنايا؟ راه ما يمكنش. واصلا كاين شي عقوبات تيتحطوا بالليل، نصاصه الليل حتى الناس ناعسين، باش تعرف راه ما كيخدم بالليل غير الغشاش والنصار. الكاف دابا بينات على الفساد ديالها. الحكم كيصفر على ضربات الجزاء على شكون اللي منوضه بالباله كامله؟ المدرب قال الفريق المنتخب السنغالي نسحبوا، نوضوا نسحبوا. يعني شحال عطيتوه 5 المقابلات ما يلعبهمش. ها هذاك على الاقل خصو 5 سنين، حيت راه هو اللي نوض هذا الشيء كامل، هو اللي خرج اللاعبين من المباراه. يلا واحد من الجمهور السنغالي تكالك على بنادم بكرسي غيبوه هزوه ياك، ومشات لك الواحد ضرب بالليزر عاطينو عقوبه. يلا حكيمي قال لك اسيدي حتى هو عاطينو عقوبه 2 ماتشات رسميين ما يلعبهمش. صابر حتى هو يلا، واخا هي الفيفا راه كتقول لك بلي ان ما خص يكون حتى حاجه في التيران. حنا كنا تنتسناو من الكاف نصف المغرب، حنا ما بغيناش اللقب، ولكن الكاف عندها راي اخر. دابا خصنا حسنا اخوان، واعلان الكاف على مجموعه من العقوبات على المنتخب الوطني المغربي وكذلك على المنتخب السنغالي وطاقمه ثم مدربيه وبعض اللاعبين. ليس من ذلك شيء. انا حسبت كل العقوبات كلهم ضد في المغرب، ولو ان فيهم اللي نازلين فيهم على السنغال. حنا ما كانش عندنا، كانت عندنا وحده من الاختيارات جوج اللي قلت لكم، اعلان لا فائز او اقصائهم من كاس العالم. قالوا المغرب لا، كايناش ديك الهضره. هذه هي العقوبات كامله، ها هي قدامك. تم تدميرنا رسميا كاملين، جمله كاع المغاربه دمرونا دابا، جمعونا كاملين وضربونا باق. ولكن خير احنا بدون شخصيه، ما عندناش اعلام رياضي قوي نفلحوا في انتقاد ولد الركراكي، راه ما يمكنش، راه بواحد الشكل هيستيري نجي كنا ننتقدوا في المدرب. لكن ملي جينا نوقفوا مع المنتخب لقينا راسنا فرغنا كاع الطاقه ديالنا في المدرب. المنتخب ديالنا او كنزعم اننا ما نعاونش المنتخب، ولكن الا جات شي حاجه على وليد المدرب نقدروا نهضروا، لحقاش خلفيه وليد الركراكي او بعض الناس اللي كيحرضوا على وليد الركراكي بالضبط خلاو كره ولكن خداوها بيرسونيل. نوقفوا مع المنتخب لا، ضد في الركراكي مرحبا انا معاك. نقول لك واحد الحاجه في هذه اللقطه، انا كرهت الكان، كرهت المنتخب، كرهت اللعابه، كرهت نسيبورتي شي حاجه سميتها كره مغربيه، كرهت كل شيء. ورما على بالك عطاونا قتله ديال العصا ونزلوا لنا بعقوبات وداو لنا الكاس. قتله ديال العصا هنا وفي السنغال الدراري اللي تعداو عليهم مغاربه وتعداو على اللعابه وداو لنا الكاس ونزلت لنا الكاف بعقوبات وغرامات. ما تسطاش خويا، هادشي العصا بلا نتعصبوا نمشي نتعصبوا على حياتي. راس مالي 30 درهم باش نتغدى، نمشي نتعصب انا على حياتي ومستقبلي. تعصب على كره مخير فيهم عنده مازيراتي وفيراري والاخر في الاودي والسيري الاخر في المرسيدس والقصوره اللي ما كانوش فيلا ديلوكس. نقول لكم واحد الحاجه، بقاوش ما حقدت هاد الصباح ما فطرتش ومريض والمورال طايح وخدام من الفوق و شنو نقول لك، الله ينعل بوشي كره واللي يجي منا وحق الله. ما يمكنش هادشي يوقع علينا وصافي تطول الملف، صافي نسى، باي باي نسى. حنا قلنا المغرب اللي الناض غادي يوقف وغادي يحتج، غادي تكون شي حاجه ساعه كلشي بارد عندنا من الاعلام لاخر واحد. خويا صافي داو الكاس بصحتهم وراحتهم، وحنا شوف مرحبا ب 50 عام اخرى من القدام، راه عايرونا بها وما تسرطاتش، لكن راه بصح انا وانت.